تفتكر الفقير لازم تكون مراته فقيره والغني يتجوز واحده غنيه عشان جوازهم يدوم، ولا انت ليك راي تاني؟ حكايه خفيفه على المصطبه ناخدها كده على السريع. سنة 1957 السينما المصرية أنتجت فيلم رد قلبي بتاع شكري سرحان ومريم فخر الدين، كلنا عارفين. ورغم إن الفيلم كان بيعمل حالة من التدعيم ثورة 23 يوليو الأحداث السياسية في البلد، لكن الناس كلها سابت قصة الفيلم مسكت في حاجة واحدة بس، قصة حب إنجي بنت الباشا وعلي بن الجناية. الشعر بالفرق اللي بيني وبينك، لكن مع الوقت ابتديت أعرف أنا مين وأنت مين. وفضلت مثال للعلاقات اللي فيها كل أنواع الطبقية في التاريخ لحد النهاردة. ما بقاش فارق مع المشاهدين حاجة غير المشاهد الرومانسية رغم الفرق في المستوى الاجتماعي بينهم. وبقت الناس كلها بتسأل ليه كده؟ ليه ده ما يتجوزش دي والحب ده يعيش؟ وليه النظرة الطبقية بالذات في الجواز؟ ما نبقى اشتراكيين يا عم. عارف الفيلم ده اصلا؟ قفشتك. يبقى انت شكلك اللي هو بتوع التايتانيك. لا يا حبيب قلبي، بتاعت العربيه وارسمني والكلام. على فكره اقول لك على حاجه، هو كان طبقي برضه يعني. طبعا انت جاك ده كان جربوع. لا وقصه بالظبط كده. بس ايه اللي خلص في الاخر؟ النجاسه وحشه يا اسلم. النجاسه بقى خلاص يا باشا، لا الدنيا غير وانت عارف اللي حصل. طب هي ايه الطبقيه دي اصلا؟ انا شخصيا اعتقد ان اعظم تعريف للطبقيه هو اللي قاله هجرس في مسلسل الكبير. الطبقيه يعني كل واحد فينا بياكل في طبق لوحده، ليه ما ناكلش مع بعض؟ او لو حبينا نقول كلام علمي اكتر ممكن نقول ان كلمه الطبقيه بتعبر عن فرق الطبقات الاجتماعيه بين الغني والفقير من حيث المال والحسب والنسب وغيره، واتفسرت في المعاجم بين الشخصيات باكتر من لغه. كارل ماركس بيقول عن الطبقيه ان هو صراع بيحصل نتيجه ان انت معاك فلوس او لا. ده اللي بيحدد التقسيمه اللي صنف هو بناء عليه. اولا الطبقه البرجوازيه اللي هم الراسماليين البرانس واللحاليق، مسؤولين عن الانتاج بالبلدي كده، بيسهروا كل يوم في سكاي ريم وذا تاب، ويصحى الصبح يتابع الشركات وحركات البورصه وهو بيشرب القهوه بتاعته في اي كافيه غالي من اللي القهوه فيه بنص مليون ده، ولازم تبقى بلبن غير اللي طالع من الجاموس، لبن لوز لبن شوفان. اهم حاجه ما بقاش لبن من بتاع الطبقه الثانيه اللي بيعمل وش بعد ما بيبرد ده وشنب للعيال صغيره. لبنيته مش وش بهدله تاخدها من الثلاجه تحطها في الثلاجه. الطبقه الثانيه بقى اللي هي الطبقه البروتلي البروليتاريا او الطبقه العامله، الطبقه الكادحه اللي هم الغلابه اللي بيشتغلوا كانهم بيبيعوا طاقتهم ومجهودهم في مقابل الفلوس، اللي هم الفقراء العاملين الكادحين والغلابه. ودول بيصحوا الصبح عادي يفطروا فول وطعميه وينزلوا جري عشان يلحقوا 80 بشرطه عشان المدير ما ياخدهمش تاخير ويتخصم لهم نص يوم. النص يوم ده اللي هو 50 جنيه مثلا. على عكس عالم الاجتماع ماكس فايبر اللي قال ان الاعتماد على المال بس في تقسيم الطبقات مش شيء صح خالص، وان واحد من العوامل المهمه مع المال هي السلطه، وان كتير من العائلات اللي بتنتمي للطبقات الارستقراطيه اللي هي بتفطر فول وطعميه برضه ولكن متداريين من غير ما حد يشوف، وفي نفس الوقت عندهم من السلطه اللي يخليهم بطبقه اعلى. يمكن الطبقات الاجتماعيه من وقتها ولحد النهارده كانت بتتحدد على الفلوس والسلطه. ازاي ابن الجنايني يتجوز بنت الباشا؟ يا جدع جنايني ايه وباشا ايه؟ على الاقل دي هنلاقي حاجه نتكلم فيها. انت بتلاقي واحده دكتوره كاتبه بوست كده على الفيسبوك، يا جماعه انا دكتوره خريجه طب عين شمس وتقدير امتياز، متقدم لي حد تقديره جاي، هو عادي ان انا اقبل بيه ولا فيها تقليل من مكانتي؟ ما تنكروش ان احنا عايشين في مجتمع اي واحد في ايديه يدوس على الناس او يفخمها فهو هيعمل ده بدون تردد. احنا عندنا ناس في البعيد منه. خليني اقول لك تاريخيا الموضوع ده بيتقسم ازاي. كان في طبقات اجتماعيه عند المصريين القدماء زي شكل الهرم. قمه الهرم بتمثل الاثرياء واصحاب السلطه والنفوذ، وسط الهرم بيبقى فيه اصحاب الحرف المتميزه ومتوسطي الحال من الجنود، وقاعده الهرم بقى اللي بيمثلها عامه الشعب والمزارعين والبنائين والعمال وغيرهم. لكن رغم كل ده فالكل كان متساوي قدام القانون والكل عارف حقوقه وواجباته، وانك تقدر كفلاح ترفع شكوتك على صاحب الارض وتحاسبه كمان في حاله انه يجي عليك ويظلمك او يعاملك معامله لا تليق. وده يثبت تقدم المجتمع المصري زمان عن كل المجتمعات القديمه في اوروبا وفي امريكا. الفيلسوف جان جاك روسو قال ان دايما كل المجتمعات فيها لا مساواه، وان الانسان بيتولد نقي وقلبه طيب ولكن بيكسب مع الوقت الصفات اللي بيكتسبها من الطبقه الاجتماعيه اللي موجود فيها، واللي مفيش حد في اوروبا ممكن يتولد طبيعي وما بيعانيش من اي سواد في قلبه. وطول ما في تعظيم كبير للاغنياء وتحقير كبير للفقراء ما ينفعش تلبس زي الاغنياء. اللبس ده ممنوع من حضور الحفلات الفنيه والمتاحف وتشوف اللوحات. حتى في بعض الاحيان كانت بتتصمم كنايس ومعابد للاغنياء وكنايس ومعابد للفقراء. اللي هنا ما ينفعش يخش على اللي هنا. مش هينفع تقف جنبي وانا بكلم ربنا يا جربوع. خد بالك ده عكس الكلام اللي قاله فرويد وشوبنهاور ان الانسان اصله الخطيئه وانه مهما عمل هيفضل كائن. الطبقيه كمان كانت بتتقاس انت مولود فين وجاي منين. خليني اقول لك ان الهند ونيبال وكوريا الشماليه وسريلانكا لسه ماشيين على نظام الطبقات الاجتماعيه لحد دلوقتي. في امريكا مثلا لحد سبعينات القرن اللي فات كانت بتحتقر اي حد جاي من جنوب اسيا، وكان اشهرهم بروسلي اللي منعته السينما الامريكيه من انه يكون بطل في الافلام لفتره كبيره جدا لحد ما حقق نجاح كبير ليه في هونج كونج. ومش بس كده، دي كانت بتتعامل مع كل الصينيين اللي بيجوا يمثلوا في امريكا انها تقلل منهم وتديهم الادوار الصغيره زي البلياتشو والخدام والفلاح اللي بيحرقوا في الاخر ده. دلوقتي بقى الموضوع متوقف على الوضع المادي. ايا كان وضعك الاجتماعي ايه، معاك فلوس هتدوس،
مش محتاجه حاجه يعني. واي واحد بيطلع بره التقليد ده بيتم التقليل منه. الجمله الشهيره لاحمد مكي: بفلوسك وبمالك حتنول اللي ببالك زربه ولا اصلك ولا فصلك ولا كوكو وجمالك. يا جدع ده الاغنياء بيغلوا على بعض. انت رحت ساحل؟ طب ساحل طيب ولا شرير؟ طب هسين ده ولا سوق؟ هتسمع اغاني؟ طب نزل انغامي. نزلت انغامي ما ينفعش تسمع الا على مزاج. نزل انغامي بلس. نزلت انغامي بلس، لا اسمع بقى عن طريق انغامي جولد. انت بتتكلم جد؟ تحت يوتيوب هنفتحك اعلانات عشان انت فقير ومستهلك من الطراز الاول. فغالبا الاعلانات اللي انت بتشوفها دي هتاثر فيك وهتصدقها، وهتصدق كمان ان 99% من دكاتره السنان بينصحوا بالمعجون ده. خليك يوتيوب بريميوم عشان نعرف انك مننا وانك عاقل كفايه انك تعرف تاخد قراراتك وتعرف تقرر هتبص على ايه وما تبصش على ايه. هتتفرج على شاهد؟ لا خليك شاهد VIP بقى عشان تشوف احدث حاجه. انت زيك زي المشترك العادي يا باشا. الطبقيه دلوقتي بقت في اللبس وفي الدين كمان. حبه كافيهات وشواطئ وقرى سياحيه ممنوع تخش بالحجاب. طب انا راضي ذمتك، ايه علاقه الحجاب بالغنى والفقر؟ رايي هو له علاقه بحاجه واحده بس: الفقر الفكري والضعف الجنسي. صاحب مكان يقدر يمنع اي واحده من دخوله عشان محجبه. احنا اول ناس بننده بالحريه، ولا هي الحريه على مزاجنا وبس؟ زي ما بنقول ان الست حره في لبسها واختيارها في لبسها ان هو قصير او مش محجبه، فهي من حقها برضه تختار تكون محجبه او منتقبه لانه اختيار. ولا هي الحريه ليها معايير وعلى مزاج اللي بيحطها؟ زي مش جايزه بالندور يعني، مره تقول لي ميسي هتتحسب بالاجوان ومره تقول لي رونالدو لا مش هياخدها عشان الموضوع بالبطولات. قرفتونا. فالموضوع كله داخل في بعض. حتى في الدين انت مسلم عادي بتصلي وبتصوم، لا هو انت تقارن نفسك بالشيخ الفلاني؟ انت مسلم عادي ولا انت صوفي؟ انت ازاي مش من مريدين الشيخ البتنجاني؟ لا يبقى مش هتخش الجنه. حتى لو انت مؤمن بربنا تعمل كل اللي بيامرك بيه. يا راجل ده حتى في الشبحانه بقى فيها طبقيه. انت قاعد ماشي في الشارع بتتخانق مع واحد ويبحلق فيك، تبص له تقول له بص على قدك. او سواق توك توك اللي خصومه كلهم نص معلمين المنطقه عشان هو اخصامه ما ينفعش يكونوا ناس عاديه، لازم اخصامه يكونوا معلمين عشان هو شبح، عشان هو طبقي. حتى في دي علي النعمه انت بتتكلم صح طبعا. طب انا دلوقتي عندي مثلث مهم جدا عايزين ناخد بالنا منه. هل في علاقه بين الطبقيه والتعليم والصحه والتوظيف؟ نمسكهم واحده واحده. مبدئيا التعليم، الطبقه الاجتماعيه للشخص ليها تاثير كبير جدا على فرصه التعليميه. المدارس اللي بتدعمها الدوله والمجهزه عشان خاطر الطبقات الغنيه بتكون فيها جوده ومميزات اكبر بكتير من المدارس الحكوميه المخصصه للطبقه العامله. النقص في المدارس المجهزه دي هو اللي بينتج عنه تضخيم الفجوه ما بين الاجيال. في سنه 77 نشر الثقافي البريطاني بول ويلس دراسه بعنوان التعليم لاجل العمل عشان يوضح العلاقه بين الطبقيه الاجتماعيه والتعليم. لقى ان طلاب المدارس الطبقه العامله مليانين كره التعليم وانه اصبح شيء غير مرغوب فيه، وده ترتب عليه ان هم دايما هيفضلوا في الطبقه العامله. تاني حاجه بقى وهي الصحه. الناس اللي في الطبقه العامله بيقابلهم دايما مشاكل صحيه زي اي بني ادمين عاديين يعني، نتيجه للوضع الاقتصادي اللي هم فيه، لانهم بكل بساطه مش قادرين على تكاليف الرعايه الصحيه، ولو حصلوا عليها بتكون باقل جوده، مع انهم اكتر طبقه بتتعرض للتدهور الصحي والاكثر احتياج ليها على الاطلاق. يعني مثلا معدل وفيات الرضع اعلى بكتير عند الطبقه العامله من الطبقه المتوسطه والغنيه، وكذلك معدل الاصابه بالسرطان وامراض القلب والاعاقات الجسديه. ثالث حاجه بقى وهي الوظيفه. تعتمد ظروف اي شخص في شغله بدرجه كبيره جدا 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 على طبقه، والكلام ده على كل مستوى العالم. يعني الطبقه المتوسطه والطبقه العليا بيتمتع بحريه اكبر في شغله، بيلاقي احترام اكبر، عنده تنوع وقادر على اظهار بعض من السلطه. طب ده اساسه ايه؟ ارجع بقى دقيقه لورا، ان ده نفس اللي كنا بنقوله في نقطه التعليم. اما في الطبقه العامله فبيعاني اصحابها من بعض الغربه وعدم الرضا في العمل بشكل عام. من الاخر الدنيا كلها والعرف والدين وصلت اننا كلنا ولاد حواء والرب واحد والوطن للجميع، لكن مش ده اللي بيحصل في الواقع. وصدقني الحلقه دي مش معموله عشان ننصح ونقول نبطل طبقيه، لان الانبياء نفسهم قالوا كل الكلام ده قبلنا. من تواضع لله رفعه. لكن هل ده بيحصل؟ احنا كل الحكايه بنسال ليه الطبقيه وهتوصلك لايه؟ يا عم بقيت الاول على الكليه، الاول على العالم، على السبع قارات، ماذا بعد؟ ولا اي حاجه. لكن حد بيسمع الكلام ده؟ ولا حتى هتقدر تغير المجتمع. ده المرض اللي هيفضل موجود لحد ما نموت. يا اخي ده دلوقتي الناس بقت بتعمل تحديد نسل وعرق سامي، طفل يجي بصفات معينه عشان ما يجيش الطفل ده يطلع مختلف، ومسمين ده اليوجينيا. ايه اللي جاب جورجينا هنا يا جورجينيا؟ موجوده في الاسم؟ فين يا حبيب قلبي معرفش، جورجينيا؟ انت قلت فين؟ حاجه كده وبعدين تيجي الفلاحين هنا تنيل ايه؟ فلاحين يا جدع انت، احنا بنصور يا ابني. بقول لك اليوجينيا، يا ريت فيها جورجينا. لا جورجينيا ايه بس؟ اليوجينيا. ماشي، صباح العسل السلام عليكم. حبيب قلبي، السلام عليكم.